اسرع والذ وصفة للمكرونة ممكن تعمليها لو انت بقى بتعملي دايت وماشية كده على نظام صحي، يبقى الوصفة دي ليكي. ركزي بقى في الفيديو ده وتابعيني لنهاية الفيديو علشان بجد الوصفة دي خطيرة. كتير قوي مننا بيعمل الوصفة دي وللأسف بتطلع مش تمام معاه ومش لطيفة، والسبب يا جماعة والسر في ملعقة واحدة بس. تعالوا كده بقى نشوف احنا هنا هنعمل ايه. عندي هنا مية ابتدأت تغلي كده على النار، ضفت هنا حوالي كده ملعقة صغيرة من الزيت، اي زيت نباتي او زيت زيتون زي ما انت عايزة، وضفت كمان شوية كده من الملح. دلوقتي بقى هنزل بالمكرونة بتاعتي علشان اسلقها. وطبعا يا جماعة الشكل ده بحريتك انت بقى، المكرونة اللي متواجدة عندك، يعني بصي لو ما تغرميش نفسك بقى حاجة مخصوص، اللي موجود عندك في البيت اي شكل هيمشي في الوصفة دي. بعد كده ما بدأت انها تغلي هبتدي ان انا اهدي النار، وكل كده دقيقة او التانية افتح الغطا عليها وابتدي ان انا اقلب علشان تبقى كده مفلفلة معايا وما تمسكش في بعض وتبقى معجنة. كل كده كام دقيقة بفتح الغطا واقلب. تعالوا بقى كده دلوقتي نركنها على جنب ونبتدي بقى علشان نكسب وقت نشتغل في الخلطة اللي هنعمل بيها المكرونة الجميلة دي. طاسة عندي على النار وهبتدي انزل بملعقتين كبار من زيت الزيتون او زيت نباتي عادي، اي حاجة متوفرة عندك في البيت متقفيش على حاجة. وهبتدي هنا انزل ببصلاية كده كبيرة متقطعة كده مكعبات صغيرة. وطبعا يا جماعة دايما مع البصل ما ننساش رشة الملح على طول، وده لان بيخليها تدبل بسرعة وتستوي معايا اسرع، وفي نفس الوقت بتديني نكهة حلوة وبيطلع كده نكهة البصل الجميلة. جربوها بجد وهتفرق جدا معاكم في الطعم. ببتدي كده اشوح البصلة كده حوالي دقيقة او دقيقتين يعني بالكتير، لغاية بس ما ابتدي ان انا احس انها بدأت تدبل كده معايا. يعني انا هنا يا جماعة مش عايزة احمرها. وطبعا لو اول مرة بتشوفيني انا كراميلا ودي قناتي كراميلا الشيف الصغير، واتمنى تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل وصفاتي الجديدة اللي بقدمها لكم. انا هنا بقى ابتديت ان انا انزل بملعقه كبيره من الثوم المفروم، وبرضو قلبت كده يا جماعه تشويحتين 3 لغايه بس كده شميت ريحه الثوم، وعلى طول دلوقتي هنزل بالمكون الثالث. شايفين يا جماعه انا مش ناسي هنا المكرونه، كل كده شويه ببتدي ان انا اروح افتح الغطا واقلبها. شايفين مفلفله وجميله قوي وحلوه خالص. تعالوا بقى نرجع للخلطه بتاعتنا. خلاص كده الثوم اخد تشويحه. هبتدي بقى دلوقتي اضيف المكون الثالث معايا وهو الفلفل الاخضر. بصي يعني اي كمية فلفل اخضر عندك كده، يعني مثلا حوالي حبة كده برضو كبيرة او حبة متوسطة، برضو قطعيه كده مكعبات. الوصفة يا جماعة صيامي نباتية 100%، صحية مناسبة جدا لأصحاب الدايت وكمان مرضى القولون. بجد يا جماعة يعني خرافة حلوة قوي هتعجبكم. انا واثقة انكم من بعد ما تجربوا طريقتي دي هتدمنوها لو مش بتحبوها. ولو الوصفة دي مش بتظبط معاكم، متأكدة واتحداكي ان بعد الطريقة دي، والسر بس في الملعقة اللي هاجي اقول لكم عليها دلوقتي، بس خلينا مستمرين مع الخطوات واحدة بواحدة. دلوقتي بقى ضفت هنا طماطمية كده كبيرة برضو متقطعة مكعبات، يعني انا هنا حطيت بصل وثوم وفلفل وطماطم كلهم كده ورا بعض يا دوب يتبلوا، بضيف المكون اللي وراه وهكذا. يعني انا هنا ما بحمرش حاجة. بصوا بقى هنا خلاص كانت بدأت ان هي تستوي معايا، فبتأكد بقى انها استوت ولا لا. وبعد ما تستوي هصفيها واسيبها كده في مصفى جنب مني. وهقول لكم كمان ازاي تطلع مفلفله معاكي بعد ما تحطيها على الخلطه الجميله دي. احنا كده خلصنا الخلطه يا كراميلا؟ لا لسه، اصبري بقى على رزقك شويه. بصي بقى بعد هنا ما قلبتهم كده هسيبهم يعني يتسبكوا كده، يعني حوالي كده دقيقتين 3 مع بعض، لغايه ما احس كده ان الطماطم نزلت الميه بتاعتها. وهنا يا ستي بقى كانت المكرونه بتاعتي استوت خالص بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده، مفيش حبايه كده لازقه في التانية. وده طبعا بفضل ان احنا بنقلبها باستمرار، بلس كمان نقطة الزيت اللي حطيناها في البداية او اللي هي ملعقة الزيت يعني. بصوا بقى استوت خالص. بعرف ان هي استوت اول كده ما اقسمها بالملعقة بتتقسم
حتى لو بظهر الملعقة كده بيدخل فيها عادي خالص. تمام كده. كده خلاص خلصنا المكرونة وطفينا عليها النار، وهروح بقى اصفيها على الحوض، احطها كده في مصفى وارجع لكم تاني. تعالوا بقى نشوف الخلطة الجميلة بتاعتنا ابتدت خلاص تتسبك اهي. دلوقتي بقى علشان اديها لون كده واعزز اللون الاحمر اللي فيها، حطيت ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم او من معجون الطماطم الجاهز. دي بس يا جماعة بتعزز كده نكهة الطماطم، وكمان بتديني اللون الاحمر الغامق شوية ده. بصوا بقى بجد يا جماعة جميلة قوي. دلوقتي بقى علشان اخلي فيها نسبة صوص، حطيت هنا نص كوباية من المية، المج العادي اللي موجود عندنا في كل بيت. هبتدي بقى كده ان انا اسيبها، اول ما تبتدي تغلي كده على الجوانب هبتدي هنا ابهر. انا هنا حطيت بقى كمون، حطيت فلفل اسود، وحطيت كمان يا جماعة كده عشان تبقى حامية شوية يعني وسبايسي، فانا حطيت هنا فلفل احمر، طبعا ده اختياري ممكن تستغني عنه. حطيت حبة كده من البابريكا كمان علشان تعزز لون الطماطم معايا. وهنا بقى ظبطت الملح بتاعها وحسيت ان هي لسه محتاجة ملح، لان انا ما حطيتش اصلا غير حبة بسيطة مع البصلة في البداية. ونقلب بقى، قلب 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 كل الكلام الجميل ده مع بعضه لغاية كده. شايفين كده بقت خفيفة شوية يعني مش سميكة، القوام بتاعها كده حلو ومظبوط قوي. برضو هنا يا جماعة حسيت ان انا محتاجة ملح تاني، انت طبعا في المرحلة دي دوقي كده بالملعقة وشوفي هتحتاجي تاني ولا لا. دلوقتي بقى يا جماعة هنجيب المكون الرئيسي بتاعنا وهو التونة. انا هنا استخدمت علبتين من التونة، اي نوع تفضليه هتفضيها بالشكل ده. وركزوا قوي يا جماعة في اللحظة دي، هي دي بقى اللحظة اللي هقولك ليه دايما المكرونة بالتونة معاكي بتبقى ريحتها كده زفرة ومش حلوة، سوري في اللفظ يعني. طيب انا دلوقتي بداية كده مينفعش يا جماعة نستخدم في المكرونة بالتونة يعني تونة مفتتة. المفتتة حرفيا بتبقى ريحتها زفرة بدون اي حاجة، فاحنا هنستخدم قطعة. انا هنا حطيت التونة قبل ما ابتدي ان انا اقلبها بالاسباتيولا. عملت ايه دلوقتي قدامكم؟ ملعقة كبيرة كده او عصير ليمونة كبيرة. قبل ما تقلبيها في الخلطة هتبتدي تضيفي عصير الليمونة الكبيرة ده يا جماعة اللي هيمنع لي اي زفارة ممكن تحصل مع التونة، ده اللي بقى هيقضي على اي زفارة ممكن تحصل. هبتدي بقى كده الخطوة التانية والسر التاني، اني اول ما اقلبها بالشكل ده خلاص طفيت النار، اندمجت كده مع بعضها خلاص النار تطفي. ما تقلبيش كتير لان لسه هنحطها في الحلة وكمان هتاخد لها كده تقليبة مع المكرونة. طيب نيجي بقى للسر التالت يا كراميلا، المكرونة بتبقى ازاي مفلفلة؟ ليه بقى المكرونة ممكن تعجن كده مني او يعني تلزق قوي فيها كده التونة وما تبقاش ظريفة؟ هقولك على حاجة، انا هنا لما سلقت المكرونة صفيتها من المية بتاعتها، فبالتالي مسكت في بعضها لان كمية النشويات اللي فيها طلعت في المية، بس في نسبة بسيطة خلت كل حبة من المكرونة تمسك في اختها. فانا دلوقتي عايزاها تبقى كويسة معايا وجميلة، فانا رجعتها في الحلة تاني من المصفى، الكلام ده على الحوض. رجعتها في الحلة تاني وشغلت عليها المية السخنة اللي هي من السخان العادي، وبس كده اديتها شطف فكت من بعضها وصفيتها تاني في المصفى. وبعدين جيت في نفس الحلة مش هنهدر مواعين كتير، شايفين يا جماعة نازلة ازاي؟ ولا معجنة بقى ولا ملزقة في بعضها ولا اي حاجة. هنا بقى نزلت في الحلة اول حاجة بنص الكمية بتاعة التونة، بعدين نزلت بنص الكمية بتاعة المكرونة، بعدين دلوقتي لو تلاحظوا من شوية حطيت نسبة بسيطة قوي من الزيت، وده علشان يخليها مفلفلة معايا شوية وما يلزقهمش في بعض برضو. ودلوقتي ضفت باقي الكمية بتاعة خلطة التونة، وكمان هضيف باقي الكمية بتاعة المكرونة. شايفين نازلة سلسة كده جميلة جميلة. ركزوا قوي يا جماعة في التريكات دي لان بجد هي دي اللي هتخليكي تاكلي مكرونة بالتونة لأول مرة ممكن تاكليها بالشكل ده. خلاص كده قلبت كده كده كام تقليبه كده كده، الخلطه سخنه بتاعه التونه، وكمان المكرونه سخنه لاني زي ما قلت لكم شطفتها بميه سخنه فبقت سخنه. فخلاص كده حوالي 5 دقايق بس على النار او اقل كمان، يا دوب بس كده يندمجوا مع بعض وابتدي يا باشا قدميها.
قدميها يا ست الكل زي ما انت حابه. انا هنا بقى قدمتها جنب مخلل وخلاص، ما كلتش اي حاجه تانية معاها. بصراحه بتبقى لذيذه قوي وزي الفل، بجد قوامها رهيب، ولا بقى ملزقة ولا معجنة ولا زفرة يا جماعة، حرفيا كانت ريحتها قلب الدنيا. وجربيها ومش هتندمي. بس اهم حاجة، اول سر معايا من الاسرار ان التونة تبقى قطع، ما ينفعش نستخدم تونة مفتتة. تمام، انا عارفة ان كل حاجة بقت غالية يا جماعة، بس خلاص يعني برضو بناكل. حاجة تانية كمان، حوار اني بغسل المكرونة بشطفها اول ما اجي استخدمها، بشطفها كده بالمية السخنة، فدي بتفكك معايا نسبة النشا اللي كانت ملزقاها لما صفيتها من مية السلق بتاعتها. حاجة تانية كمان، بضيف كده حبة بسيطة قوي من الزيت اول ما اجي ادمجهم مع بعض في الحلة. ودي بقى يا جماعة طريقة التقديم، وطبعا لك مطلق الحرية في طريقة التقديم. وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا وشفا. والصوم ده بقى يعني حلو فيه التونة والسمك والكلام ده. فطبعا دي وصفة من ضمن الوصفات، تنفع وجبة للعشاء، تنفع وجبة للغدا كطبق جانبي. شوفي بقى زي ما انتي حابة، وطبعا الكمية على حسب عدد افراد اسرتك. وبألف هنا وشفا حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.